يا صباح الفل والياسمين والخير والتفاؤل على عيون احلى متابعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه كده عاوزين نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا غاده من قناه غاده توفيق. لو انت لسه اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي شعار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا ندخل في تاني خطوه من خطوات ازاي اعمل ثروه، او ازاي احوش عشان اجيب ذهب، او ازاي اعمل جمعية، او تحت بند ازاي اعمل ثروة. تاني خطوة وهي خطوة التحكم في النفقات. يعني ايه التحكم في النفقات؟ هديكم مثال. انا مثلا باخد في الشهر 1000 جنيه، تمام؟ وانتي مثلا بتاخدي في الشهر 10000 جنيه. لو انتي ما حطيتيش خطوة التحكم في النفقات دي تحت، خدتي بالك منها او ركزتي فيها، وهقولك هتركزي فيها ازاي في الاخر. هتلاقي لو قارنتي ما بيني وما بينك، انا م- لو قارنتي ما بيني وما بينك هتلاقي ان انا مصروفي اللي هو 1000 جنيه في اخر الشهر مقضنيش، وانتي برضو مصروفك اللي هو 10000 جنيه في اخر الشهر مش قضاكي وخلص. اخر الشهر مش هيكون معانا اي فلوس، ولا انا ولا أنا. بالرغم من ان انتي كان مصروفك 10000 جنيه. تمام. تمام. طب ازاي؟ الفكرة هنا ان في حاجتين. حاجة اسمها النفقات الضرورية، وهي اللي بتشمل الزكاة، المية، النور، المصاريف الشخصية الأساسية اللي انت بتحتاجيها، اللي انت مش هتقدري تستغني عنها في حياتك، سواء انت او اسرتك. وهي دي النفقات الضرورية. طيب، دي مش هينفع نستغنى عنها، ولا هينفع نشيلها من حياتنا او ما نصرفش فيها ولا مليم. طيب، تاني حاجة وهي الرغبات الشخصية، وهي طبعا باينة من اسمها. الرغبات الشخصية مثلا زي ما انتي مثلا تخشي مثلا على الموبايل، او انتي مثلا ماشية في الشارع خارجة خروجة رايحة في حتة وشفتي مثلا شنطة عجبتك، وانتي عندك 3 شنط في البيت. مثلا شفتي بلوزة عجبتك وانتي عندك كذا بلوزة في البيت. طب لو انتي هتجيبيها، لو انتي ما عندكيش او ما مشيتيش على خطوة اللي هي او السلم او العتبة التانية اللي هي التحكم في النفقات، انت هتبقي ماشية ورا تيار الرغبات الشخصية اللي هي تبقي ماشية زي ما قلت لك من شوية. الشنطة دي عجبتني هجيبها، البلوزة دي عجبتني هجيبها، الشوز ده عجبني هجيبه، بنتي ماشية معايا نفسها في حاجة هجيبها وهي مش ضرورية، رغبة شخصية زيادة. وخصوصا مع مواقع السوشيال ميديا اللي بتخلق لينا احتياجات احنا في الاصل مش محتاجينها خالص. يعني انت كل ما بتتعرضي مثلا تخشي على السوشيال ميديا، بتشوفي حاجات بتجري عينيكي، بتبقي نفسك ان انت تجيبيها، بالرغم من ان هي رغبة شخصية، حاجة زيادة في حياتك. طيب، ازاي تسيطري بقى على رغبتك الشخصية دي انت واسرتك؟ مش انت بس، بان انت تحطي او تعملي ميزانية للإنفاق. الميزانية للإنفاق هتعمل لك ايه في حياتك؟ اول حاجة هتتخلصي من الرغبات الشخصية اللي بتقابلك طول الشهر. هتبقي انتي حددتي مفيش زيادة علشان تلبي رغباتك الشخصية الزيادة دي. مفيش زيادة، مفيش مصروف زيادة عشان تلبيها. فالميزانية هتبقى ميزة ليكي في حاجات كتير. اول حاجة هتتخلصي من الرغبات الشخصية، وهتعرفي تكملي لآخر الشهر من غير ما تحسي ان ما بقاش معاكي فلوس. تالت حاجة وهي اهم نقطة،
ان انت تحافظي على الخطوة الاولى وهي الادخار. بس كده. ويا رب اكون كنت خفيفة على قلبكم. ولو انت وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك، ولو انت لسه اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي شعار الجرس واختاري الكل عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.